الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الله أكبر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإنه على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الله لكم يا آساد الشام أن تنتصروا، وعدكم الله أن تنتصروا ممن ظلمكم، ممن طغى عليكم، ممن قصفكم، ممن قتل أبناءكم. الله أكبر. وحرر الله سراقب، فمبارك لأهل الشام جميعا هذا النصر العظيم. سراقب العز اليوم قد تحررت، سراقب العز اكتست اليوم ثياب الحرية، وذلك بفضل الله، ثم الصادقين المجاهدين الذين لا ينامون على الضيم. أبى أولئك الأبطال إلا أن يقولوا للعالم إننا رجال الشام أنصارها ومهاجريها لا ننام على الضيم ولا نسكت عن الظلم. لله در رجال قد قضوا عجبا، بالروح يحمون أرض الشام والشرفا. من كان يسأل عن أبطال ملتنا فلينظر اليوم كيف العز قد وصفا. سراقب اليوم تهنئ نفسها وإياكم، فمبارك لأمهات الشهداء، مبارك لأرامل الشهداء، مبارك للشهداء أحسبهم في حواصل طير خضر في الجنة، فأبلغهم يا رب منا السلام، وأبلغهم أن من بعدهم حملوا الراية ورفعوها خفاقة وما خانوا الأمانة وواصلوا المسير وجدوا في الطريق إلى الله، حينما ظن الظانون أن أهل الشام قد ركنوا إلى الدنيا، وأن ثورة الشام قد انطفأت نارها وقد خبتت رايتها. أبى أولئك الصادقون إلا أن يقولوا للعالم إن أرض الشام مباركة قد دعا لها نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنها اليوم تزف لكم البشائر. أكثر من 170 كيلو متر حررها الأبطال في يوم واحد. والله إنها أيام جيش الفتح عادت جذعة حية بيننا برجال صادقين يتوارثون العز جيلا بعد جيل. الله أكبر. أتذكر اليوم في سراقب ذلك اليوم حينما اتصل بي ذلك الشهيد البطل أبو عمر سراقب: يا شيخ تعال إلى سراقب. فجئت فإذا به يقول: نريد أن نجمع الصفوف ونخوض ملحمة نقدم فيها الأرواح والحتوف لله سبحانه وتعالى. ومن سراقب انطلقت فتوحات جيش الفتح، واليوم تتحرر سراقب، وبإذن الله كأني أرى دخولنا من جديد إلى حلب بإذن الله فاتحين. نعيد جامعها إلى أهله الصادقين بإذن الله، وتنطلق الفتوحات، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينصر المظلوم. حينما كنا نقول لأهلنا: والله إن الله سينصركم، والله إن الله سيثأر لكم، سيعود المهجرون، كان البعض يقول: لم تبالغون ولما، ولكن الله صادق في وعده، ومن أصدق من الله قيلا، ولكنكم قوم تستعجلون. ما ميز هذه المعارك اليوم غياب الفصائلية والأسماء، وارتقاء روح الفداء والتضحية والصدق مع الله، غياب التباهي والتفاخر والتكاثر، والانكفاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يا أبطال الشام، يا شباب الشام، انفضوا غبار الذل والنوم، فقد شرعت اليوم الأسواق، ورفعت الرايات، وفتحت أبواب الجنة من جديد. فأين الصادقون؟ أين المتسابقون إلى الله؟ أين أحفاد عمير بن الحمام حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال عمير: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال وسلم: نعم. قال: بخ بخ. قال: لماذا تقول بخ بخ؟ قال: يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها. وفي يده 3 تمرات ألقاها وقال: لئن بقيت حتى آكلها إنها لحياة طويلة. ثم انغمس وقاتل حتى قتل. إنه لأقصر الطرق إلى الجنة، كما قال الحسن رضي الله عنه وأرضاه: ليس بين الشهيد وبين الجنة إلا أن يسفك دمه في سبيل الله، فهل من طريق أقرب إلى الجنة من هذا؟ دلوني. لا والذي نفسي بيده، والله لا يجف دم الشهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبتدره ملكان من الجنة يحتضنانه إلى السماء فيدخل الجنة قبل أن يجف دمه. فالله أكبر. هنيئا للمتسابقين إلى الله، هنيئا للصادقين مع الله. الله الله
جددوا النوايا، أكثروا الدعاء، واستعدوا لحرب طويلة ومعركة ضروس دامية إن شاء الله على أعداء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ترفرف راياتنا في حلب قريبا، وما ذلك على الله بعزيز. وإن الله لناصر عباده، وإن الله لناصر جنده، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. صدق الله صدق الله صدق الله، وكذب المرجفون، والحمد لله رب العالمين.